السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسبب الأوضاع وبسبب الحكومة وحكومة صنعاء وحكومة عدن كلهما يعني ما فيش مكان للإعلاميين للشرفاء أو الصادقين بينهم خالص، بغض النظر عن الفيديو الذي نزلتموه بشأن الإعلاميين أحمد حجر وأحمد علاو ومصطفى الممري وحمود المصباحي، وبغض النظر عن العقوبات الذي أظن بعضها ظلم وأظن بعضها تستحق. مصطفى الممري كان خطأ أنه يقذف ويسب، وهذا هو أكبر خطأ له، ولكن هل يوجد قانون؟ هنا السؤال، هل يوجد قانون يحمي الجميع؟ مشاكل الأراضي، مشاكل النصب، مشاكل السرقة، أنتم عارفين أنه في أكثر من 1200 ضابط من حق الأمن المركزي وكلية الشرطة الحكومة مش قادرة ترجع لهم أراضيهم إلى الآن. قضية لها من 2011 بمشاكل إلى اليوم، تمام؟ وهم عارفين ما نقصد، جمعية ضباط الأمن المركزي وكلية الشرطة. حكومة كبيرة مش قادرة ترجع أراضي هي اشترتها، ترجعها لمين؟ لضباطها. فلا تجوا تكلمونا على القانون وتعاقبوا الناس باسم القانون. وبنسبة 90% من الحكومة سرق ونصابين وعايشين على أموال الحرام. الأموال الحرام. لا تجلسوا تقولوا للناس صوروا فيديوهات انشروه في الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي والدولة ستأخذ مجراها، وهو أصلا لو واحد تجرى وصور مقطع هو الذي يأخذ في حقه، هو اللي يروح في 60 داهية. أما السارق النصاب يعرف انه نصاب فيزداد مكانة ومنصب، ومعروف هذا الكلام. انا ما هوش انه من حكومة صنعاء الان، هذا الكلام من زمان. السرق والنصابين بعهد عفاش وبعهد الاخوان وبعهد الحوثيين كلهم بنسبة 90% اللي ماسكين الحكومة سرقوا نصابين ومرتشيين، الا من رحم من ربي. في الشرفاء هذولا تلاقيهم حتى ما عندهم بيت ملك الا له ورثة وراثة، تمام؟ جالس بإيجار وهو ماسك مناصب ورتب. الذي الشيء يقوله احنا بسبب هذا الوضع فلتنا وهربنا من اليمن، لأنه دمي ثاير وأنا ما أقدر كنت أسكت عن الظلم الذي يحصل، وبنفس الوقت عارف أنه بيكون مصيري مثل مصير الإعلاميين، يا حبس يا اختفاء. لأن أنا أعرف زملائي من حق الإعلام، من بعض زملاء الإعلام الذي احتبسوا بمجرد ليش أنه كان موظف في قناة من القنوات الفضائية، احتبس أكثر من 3 سنوات، خرج ملدوع الفيوز. يعني هذه حقائق من زملاء، وأنتم على أساس عندكم حرية الرأي والتعبير، والذي يصب والذي يفعل ما فعل، على كلام باسمه سيدكم محمد علي الحوثي عندما فرج عن مصطفى الممري قبل فترة. طب عقوبة أحمد علاو 3 سنوات لأنه كان معارضكم بحسابه الوهمي حق تويتر، المفروض ما يتعاقبش. ليش؟ لأن هذه حرب. وهو ما كانش مقتنع بكم شخصيا، فهموه وعوه للحق وتخرجوه. ما رضى يلتزم بقوانينكم، الله يفتح عليه يشوف له مكان غير المكان هذا ماشي. احنا عنوديك في 60 داهية. بس انا عارف انه هذا الكلام ما بيحصل منكم ولن يحصل. اذا دولة حكومة مسمية نفسها حكومة مش قادرة تصرف تخرج اراضي ضباط من خدموا، وفي منهم والله عايشين بالايجار ومش محصلين اصلا حق الايجار، تمام؟ من خدموا البلد هذا وضحوا بما يغلى مش قادرين يخرجوا لهم ابسط حقوقهم ارضية من شوية سرق، من شوية نصابين سرق ادعوا الملكية حقها. على اي اساس ندي لكم صلاحية وثقة؟ في سلبيات بعدد شعر راسكم وفي ايجابيات ما تذكرش، حاجات بسيطة. وفرتم الامان، هذا الصراحة هذا الشيء الوحيد الذي انتم نجحتم فيه بداخل صنعاء. وفرتم الامن للمواطنين، لكن خليتمهم يموتوا من الجوع، مذليتموهم، ما حد يسطى يتكلم على حد. واذا في واحد طلع وتكلم على مسؤول سارق ولا نصب، قسما بالله انه هو اللي يروح في 60 داهية. تحرضوا الناس يتكلموا على السرق والنصابين وترجعوا تحبسوهم. استحوا على انفسكم. ولو تشوا تفعلوا قانون، ابداوا فعلوا قانون بالسرق النصابين ذي عمروا وسرقوا وبنوا مدن وفنادق
وفي العمائر داخل صنعاء وصنعاء وخارج صنعاء وفي اليمن وخارج اليمن. لا تضحكوا على الدقون، عيب عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.